يا امير هو ده وصل؟ لا لسه ما جاش. استنى في حاجة غريبة داخلة عليا. باينه هو. طب يلا سلام. هدى تعالى ما تتخضش. ايه اللي اخرك ده كله؟ اعمل ايه؟ الشوارع فاضيه جدا. فاضية؟ ده مثبت العقل في الدماغ يا رب. وايه النضاره اللي انت لابسها دي؟ ما انا ما كنتش عارف ان الدنيا هتليل عليا. ولما ليلت ما قلعتهاش ليه يا فقري؟ المهم مستقبلنا بين ايديك يا حوده. فاكر الاشاره يا حوده؟ كلنا على اشاره منك. الغمزه فاكرها؟ ايه اللي انت بتعمله بعينيك ده؟ وده منظر غمزه دي؟ مالكش دعوه انت. وهي كلمه واحده لازم تبقى عارفها كويس. ما بحبش حد يتدخل في شغلي. امسك. ربنا معاك يا حوده. يبقى حاسب التوك توك. هو فين التوك توك؟ حوده! الله يخرب بيتك يا حوده! حوده ما دخلش ليه لغايه دلوقتي؟ طب ما تتصل بأمير تشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. حوده دخل الكافيتيريا غلط. دخل كافيتيريا غلط؟ الله يخرب بيتك يا حوده، الله يخرب بيتك. اهلا وسهلا يا فندم، تحت امرك. محدش يتحرك من مكانه. اي حد هيتحرك انا مش مسؤول عن اللي ممكن يحصل له. ايه؟ محدش فيكم شاف ارهابي بيقع قبل كده ولا ايه؟ يلا بقى. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ يلا مش عايز حد يقف مكانه. يلا يا بنت من هنا. مش عايز حد يقف. يلا بسرعه. كله يقف في الركن اللي هناك ده. وانت تعالى هنا. تعالى بسرعه. حاضر. خد الشنطه دي. لم لي كل الفلوس والموبايلات اللي مع الناس دي. بسرعه. بسرعه. حاضر. خلصوني بقى. يا أنسة، هو أنت شغالة هنا بجد ولا أنت تبعنا ولا إيه؟ انت هبل يلا. لا أصل دي عملية سطو مسلح، عملية إرهابية، بس أنت محسساني إن إحنا في العين السخنة وإنك طالعة تفطري على البحر يعني. وأنا تافه أوي للدرجات دي ولا إيه؟ يا أنسة يلا يا اخوانا فركش. الاوردر اتضرب. انا مش عارف اعمل ايه. انا جاي اصور برنامج الكاميرا الخفيه ولا جاي اتحبس؟ طب اعمل ايه؟ اقتل نفسي ولا اقتل حوده؟ اقتل حوده يمكن اخلص منه من مصايبه. بقول لك يا مخرج، انا عندي ليك حل حلو قوي. اقتل حوده وبعدين اقتل نفسك، هتلاقي نفسك فريش قوي. انت فايق وبتتريق؟ ده بدل ما تفكر معايا ازاي نحل المصيبه دي. الله، واحنا مالنا احنا؟ مش انت اللي دبستنا في ابن خالتك المتخلف عقليا ده؟ حوده مش متخلف، حوده مجنون، بس هنعمل ايه؟ بقول لك يا يوسف، الحل الوحيد نلم المعدات وننفد بجلدنا. يعني انت عايزنا نبيعه ونمشي؟ يعني عايزنا كلنا نروح في 60 داهيه عشان خاطر ابن خالة حضرتك؟ شوف يا أنسة منتهى، أنا معاك إن مفيش أي حاجة تستاهل. أنا كمان ساعات ببقى عامل زيك كده والله، ببقى شايف الدنيا أضيق من خرم إبرة، بس ما بقفلهاش قوي زي كده. يا ستي ما ضاقت إلا لما فرجت. صحيح الدنيا مليانة مشاكل، بس ربنا خلق لكل مشكلة طريقة. والعبد لله اسمه حوضة طريقة. مش ناوية بقى تقولي لي إيه مشكلتك عشان ألاقي لك طريقة؟ انت ايه يا عم؟ إيه؟ رغي. ايه؟ ما بتزهقش؟ لا والله ما بزهقش خالص، عادي يعني. حوده تعالى يا حوده،
الله يخرب بيتك. طب ثانيه واحده بس، ارجع لك. ايه يا معلم، ده انا اتعميت من كتر الغمز. انتوا فين؟ غمزه ايه؟ انت دخلت كافيتيريا غلط. انا دخلت كافتيريا غلط؟ دخلت كافيتيريا غلط. دي الناس اتبهدلت جوه. الحاجه اللي انا لميتها دي اعمل فيها ايه؟ حاجه ايه؟ يلا بينا من هنا بسرعه. يلا يا معلم. ايه ده؟ هو الواد امير ما حسبش التوك توك ولا ايه؟ توك توك ايه؟ ده احنا رحنا في داهيه. يا رجاله يا رجاله، ما توحدوا الله، دي حيالله الكاميرا الخفيه. يا ترى انت حر، واعي، عينيك واسعه كويس عشان تشوف كفايه، عقلك صاحي عشان يركز ويدقق. ما فكرتش مره انك ممكن تكون جوه لعبه او اشتغاله؟ مش انت لوحدك، كلنا ممكن نكون ضحيه لعبه او اشتغاله كبيره او برنامج الكاميرا الخفيه. خلي بالكم وركزوا، لان اي واحد فيكم ممكن يكون ضحيه النهارده من برنامجكم حوش اللي واقع منك. انتوا قلتوا لي الولدين دول اسمهم ايه؟ المخرج اسمه يوسف عبد الحميد، وكان الاول على دفعته طول 4 سنين في المعهد، وكمان كان احسن مخرج في القناه هنا. وليه كام؟ لانه اترفد من القناه من حوالي 3 شهور، ومفيش قناه عايزه تشغله لحد دلوقتي. اصل سيادتك مش واخد بالك من حاجه مهمه جدا. اللي كان معاه ده ابن خالته الله يخرب بيته، كان هيلبسنا بغباء في قضيه امن دوله ويتسبب في قفل القناه. من الاخر كده يا عوني بيه، يوسف ده مجنون وحوده ده اجن منه. فيري جود. دي اهم ميزه فيهم ان هم مجانين. انا عايز كوبي من شغل الولدين دول ويبقى على مكتبي في اسرع وقت. تحت امرك يا فندم. هو ده اللي جابوه من امريكا عشان يصلح حال القناه. عاجبه حوده ويوسف؟ باهي، تحت امرك يا عوني بيه. انا عايزك تدور لي على الولدين دول وتعرفي عنهم كل حاجه من ساعه ما سابوا القناه لغايه دلوقتي. وبالذات اللي اسمه حوده. اي طلبات تانية يا عوني بيه؟ كفايه كده مؤقتا. يا يوسف، ايه اللبس الزباله اللي انت لابسه ده؟ احنا جايين فرح يا جدع. يا راجل اسكت ببدلتك ديت، اسكت. بقول لك يا حوده، المره دي مفيش اي مجال للغلط. عارف لان اي غلطه مهما كانت تافهه مش هتضيع صاحبها بس، لا هتضيعنا كلنا. حافظين كل الكلام ده. طب لما انت حلو وحافظ قوي كده، امال ليه كل مره بنخش في حيطه؟ انا عمري دخلتك في حيطه يا يوسف؟ لا انا اللي مجنون وسبت الاخراج وجيت اصور افراح واعياد ميلاد بمزاجي. طيب يبقى المفروض تشكرني اني مستحمل مزاجك الاهبل ده، مش تقعد تقدرني كده كل شويه. بقول لك يا حوده انا اسف وغلطان. مش معقول. انا عايزك تعمل حاجه، اول ما تشوف العريس والعروس قاعدين في الكوشه اقف قصادهم ومعاك كاميرا، وما تعملش اي حاجه تانية خالص. صعبه دي؟ يا عم مش صعبه، ما انا اكيد هصور العريس والعروسه، امال انا جاي ندوه يعني؟ ندوه؟ بدأناها بندوه، استر يا رب. تمام. لا خير، لا خير. الف مبروك يا عريس. الف مبروك، ربنا يتمم بخير. لا. امال فين العروسه؟ في الحمام. في الحمام كده من اولها؟ ده احنا لسه الليله طويله، الليله ملهاش اخر. لا ليها اخر. ايه يا عم انت؟ ايه التوتر اللي انت فيه ده؟ في ايه؟ انا باين عليا؟ باين عليك ايه ده؟ انت وترتني وانا معدي بالصدفه كده. اهدى شويه، المساله مش محتاجه كل اللي انت عامله ده. على فكره الموضوع كله شك الدبوس. انت متاكد؟ والله بعد اللي انا شايفه ده مش متاكد قوي الصراحه يعني. حوده بعد اذنك يا عريسنا بس عشان هروح اجيب الكاميرا. كاميرا ايه؟ انت مين؟ انت مش عارفني ولا ايه؟ اخص عليك يا عريس، انا مصور الفيديو في الفرح هنا. فيديو؟ ايه عايز ايه انت؟ عايز ايه؟ انت بتكلم العريس في ايه؟ مش بتكلم معاه، انا بفك الراجل، شكله متوتر مش عاجبني، بديله خبرتي. بلاش خبرتك ابوس اهو يا سيدي. خلاص بلاش خبرتك، ربنا يخليك بلاش خبرتك. حاضر. امسك. العروسه جايه زي ما انت شايف، زي ما فهمتك.